السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في يوم 27 أغسطس سنة 1676 كان في عالم هولندي بسيط اسمه أنطوني فان ليفنهوك، كان قاعد في معمله الصغير وبيبص في العدسة اللي هو بنفسه اخترعها، وفجأة شاف عالم تاني خالص، شاف خلايا بكتيرية وكائنات ما تتشافش بالعين، وساعتها في الزمن ده محدش شافها قبله. بس بعد كل السنين دي ومع كل اللي قدرنا نشوفه بالعلم والميكروسكوبات، لسه في حاجة حوالينا مش قادرين نشوفها لحد دلوقتي، وهي الهواء. هتقولي الهواء اللي احنا بنحسه وبنشمه وبنعيش بيه؟ هقولك أيوه. أهلا بيك، أنا عبد الرحمن يحيى، والنهارده هنتكلم ليه إحنا مش بنشوف الهوا رغم إن هو حوالينا في كل مكان. حط لايك واشترك للفيديو، وأنا عارف إن السؤال غريب بس الفضول هيجنني وأكيد أنت كمان. وتعال نشوف الموضوع ده سوا. علميا الموضوع بسيط جدا، الهوا اللي حوالينا متكون من جزيئات صغيرة جدا زي النيتروجين اللي بيمثل تقريبا 78% من الجو، والأكسجين حوالي 21%، ومعاهم شوية غازات تانية بسيطة زي الأرجون وثاني أكسيد الكربون وبخار المياه. تعال نخش في الموضوع على طول علشان الموضوع كبير شوية، ونيجي للنقطة المهمة. ليه احنا مش بنشوف الهواء رغم ان هو حوالينا في كل مكان؟ الهواء اللي حوالينا مش فاضي، هو مليان جزيئات صغيرة جدا زي الأكسجين والنيتروجين وثاني أكسيد الكربون زي ما ذكرتهم في الأول. بس الجزيئات دي حجمها صغير بشكل مش طبيعي، يعني مثلا الجزء الأكسجين الواحد مثلا قطره حوالي 3 من 10 من مليار من المتر. يعني لو قسمت المتر الواحد على المليار، الجزء الواحد اسمه نانومتر، والنانومتر ده وحدة مقياس، وده حكايته حكاية وعايز له فيديو لوحده. بس اللي أقدر أقوله لك إن هو أقل وحدة مقياس، ولو عايز أعمل لك عليه فيديو ممكن أعمل لك عليه فيديو في الأيام الجاية. الرقم ده مش دقيق 100% لأنه في جزيئات أصغر كمان. الجزيئات اللي أنا ذكرتها دي صغيرة جدا لدرجة إن حتى أقوى الميكروسكوبات محتاجة تكبرها ملايين المرات علشان تشوفها. طيب إيه العلاقة بإننا ما بنشوفهاش؟ العين بتشوف الحاجة لما الضوء يخبط فيها ويرجع لعينيك، ساعتها أنت كده بتشوفها، لكن الجزيئات الصغيرة قوي فالضوء بيعدي من بينها من غير ما يرتد كفاية، يعني مفيش ضوء راجع لعينيك، فالعين ببساطة ما بتشوفش الهواء، وده السبب إنك تقدر تشوف الناس والأماكن اللي قدامك بوضوح. بس لما يكون في الهواء ذرات أكبر شوية زي الغبار أو بخار المياه أو الدخان، الضوء بيبدأ يخبط فيها جامد، وساعتها بنقدر نشوفها. عشان كده بنشوف الضباب والغبار لكن الهواء الصافي لأ. يعني ببساطة كده احنا مش هنقدر نشوف الهواء علشان الجزيئات اللي فيها صغيرة جدا، علشان كده الضوء بيعدي من خلالها كأنها مش موجودة أصلا. يعني لو الناس كلها قدرت تشوف الهواء، العالم كله هيبقى عامل زي الضباب، مش هتشوف حاجة بوضوح. العلماء بيقولوا إن كل سنتيمتر واحد من الهواء فيه حوالي 25 مليار جزيء، بس المسافات بينهم كبيرة جدا، فالضوء بيعدي وما بينعكسش. وساعات الهواء بيبان شوية زي لما تبص في الحر ونشوف الموجات اللي فوق الأسفلت زي اللي بيظهر في السباقات، بس ده مش الهوا نفسه، ده الضوء اللي بيتكسر علشان فرق الحرارة والكثافة. بس رغم كده الهوا اللي حوالينا طول الوقت بنتنفسه وبنحس بيه وبيدينا الحياة. سبحان الله، حاجة ملهاش لون ولا شكل ولا صوت، بس من غيرها الحياة نفسها ما تكملش. بس كده، قبل ما اقفل الفيديو لو في سؤال محيرك اكتبولي في التعليقات وان شاء الله هنعمل عليه فيديو. بس كده خلصت، سلام.